تصريح خطير من مدرب الجيش عبد الحميد بسيوني يفاجئ به الأهلي بعد اكتساح الجيش، ويسخر من الزمالك بعد العودة من الانسحاب، ويصفع بيراميدز بسبب الأهلي. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية يا ريت نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد الفوز الكبير اللي حققه النادي الأهلي على طلائع الجيش ليرتفع رصيده إلى 51 نقطة ليضيق الخناق على بيراميدز، فقد صرح مدرب الجيش عبد الحميد بسيوني بعد هذه المباراة وقال: أنا لقد تفاجأت من التحول الكبير في أداء النادي الأهلي اليوم. فالأهلي كان بيفوز في مبارياته السابقة يا إما بهدف أو هدفين مقابل هدف، والأغرب من كل هذا أن طلائع الجيش دائما يقدم مباريات قوية جدا جدا أمام النادي الأهلي، ونحن توجنا بالسوبر المصري من قبل أمام الأهلي، ولكن الأهلي كان ليس لديه أي رحمة اليوم وفاز علينا بنتيجة كبيرة. وسألوا صحفي: من سيفوز بالدوري في النهاية، الأهلي أم بيراميدز؟ فرد وقال له: أنا بتمنى للزمالك، بس أنا ببصم بالعشرة إن الأهلي هو اللي هياخد الدوري السنة دي. الأهلي فاز النهاردة طبعا المباراة العاشرة على التوالي، ومفيش حد بيطلع في الإعلام وبيشيد بالأهلي، مفيش حد خالص بيعمل كده. بيراميدز فاز في أكتر من مباراة على التوالي والكل عمال يشيد بيه، وكله بيتجاهل الأهلي، أكن الأهلي ده نادي مغمور، ما يعرفوش إن الأهلي لسه ليه مؤجلات كتير وراجع من إفريقيا وعمال يفوز ولسه ليه مباريتين مع المنافس المباشر بيراميدز، وأكيد الأهلي هيفوز بيهم. الأهلي لو فاز بيهم أقول للأهلاوية مبروك بالدوري. الأهلي عنده أحسن لعيبة في مصر، وعنده يعني دكة قوية جدا، وده اللي بيميز الأهلي عن بيراميدز. بيراميدز بيعتمد على 12 أو 13 لعيب، الأهلي بيعتمد على 25 لعيب، أي 11 الأهلي بيحطهم بيفوز بيهم، وبيعمل عملية تدوير للعيبة. وأنا بقول لكم الأهلي نفسه طويل، يعني نفسه طويل، وهو اللي هياخد الدوري. وسألوا الصحفي: ما رأيك في عودة الزمالك من الانسحاب؟ فرد وقال له: والله الزمالك ضحك الدنيا كلها علينا، يعني الزمالك من أول ما انسحب وهم عمالين يعملوا تصريحات عن يعني إن هم مش هيلعبوا أي مباراة في الدوري غير لما الأربع مطالب بتاعتهم. طب ما فيش ولا مطلب واحد منهم اتحقق، ورجعت ولعبت قدام سيراميكا، كان ليه لازمة الانسحاب قدام الأهلي؟ غير انك باختصار خايف من الأهلي انك تخسر قدامه خسارة كبيرة زي اللي خسرها الجيش النهاردة. ايوه، هيقولوا ازاي فرقة بحجم الزمالك تخسر الخسارة دي قدام النادي الأهلي؟ وبصراحة الأهلي بقى بيخوف اي حد، والحق الزمالك يخاف منه. ما هم مش عايزين يكرروا موضوع 6-1 مرة تانية.